number 16 of Morocco play the ball with the hand. So my final ركلة جزاء أردنية، ركلة جزاء أردنية. نعم يا نشامة، نعم يا نشامة، هي فرصتكم، هي كرتكم، هي اللقطة القادمة، وربما فرحتكم، ربما ليلة للتاريخ. لمسة يد عليك يا أشرف، يا مهديوي. ماذا فعلت يا أشرف؟ حتما لم يكن يقصد، لكنها الكرة وماذا أرادت، لكنها اللقطة التي جاء من خلالها ركلة جزاء. لماذا يجلس في هذا المكان؟ لكي لا يتصرف أحد فوق علامة الجزاء، لكي تبقى سهلة وسلسة لتنفيذ ركلة جزاء، لكي نتعرف على التحدي القادم. مهدي بن عبيد لإنقاذ السكتاوي، سلامي لقلب الموازين، أضحى عقدة للسكتاوي، إن تمكن من قلب النتيجة والفوز باللقب التاريخي للأردن. مهلا يا رفاق، لا زال فيها كلام كثير. يذهب مروان لتحفيز مهدي في هذه اللقطة، وانتظار الكرة القادمة، الفرصة لعودة. ربما ترك الكرة بالفعل من غيره علوان، هداف كأس العرب ب5 أهداف، 4 منها جاءت من علامة الجزاء. سجل كل ركلات الجزاء التي حصل عليها في هذه البطولة، لم يضيع أي ركلة. يا له من تحدي صعب وصعب جدا. مهدي هل يبقي أمل المغرب في المباراة؟ هل ينجح في إبقاء النتيجة على التعادل؟ هل يبقي الإثارة أكبر؟ أم أنها كرة علوان؟ أم أنها لقطة النشامة؟ أم أنها فرصة الهدف الثاني؟ الآن فرصة أردنية للحصول على هدف التقدم في هذه المباراة وقلب النتيجة. كرة الآن علوان، ترقب وانتظار مهدي بن عبيد، وأيضا أمامه المتألق علي علوان. هل يسجل هدف سادس في البطولة؟ هداف هذه الكأس العربية. يا لها من لقطة مهمة. هل ينجح من خلالها علوان على تسجيل هدف ثاني وقلب النتيجة في النهائي؟ يكون للنشامة حظ أكبر في الفوز باللقب. ترقب وانتظار مع هذه الركلة أمام مهدي بن عبيد. علوان يا علوان يا علوان، أمطر يا أردن بثاني أهدافك، حلق يا أردن عاليا عاليا يا نشامة عاليا. هذا وقتكم، هذه فرحتكم، هذا منتخبكم، هذه ليلتكم، وربما كتاب التاريخ، وربما انتصار للتاريخ، وربما أول ألقاب الأردن عبر التاريخ. إنه علوان، وإنها صرخة بطل، وإنها فرحة وطن، وإنها دموع، وإنها مشاعر، وإنها حسيس، وإنها ليلة خالدة، وإنها لمسة يد لم تكن متوقعة، وإنه قلوب الأردنيين قلب واحد على قلب رجل واحد. هي ليلتنا إياك يا علي، هي فرصتنا يا علي، هي كرتنا يا علي، هي فرحتنا يا علي، دعواتنا يا علي. علوان يا علوان، الثاني للنشامة. حلق يا أردن عاليا. حلقت النشامة في لوسيل بالهدف الثاني بعد ركلة علوان وصرخة الجماهير وفرحة النشامة وأحكام الكورة الأردن كلها في لوسيل. يا لها من لقطة.